تكلمت كلمات مختصرة عن التوحيد، عن أنواع التوحيد، وعن عظم شأن التوحيد، وعن فضل التوحيد، كلمات مختصرة، الحديث بعد العصر وأنا قائم. فقام رجل أمامي وراء الصف ويكتب، كل ما أقول يكتب عليه مثل ما يكونون جاكيت وبنطلون وكذا مصلى. يوم انتهيت قال يا شيخ، قال أين هذا العلم؟ حنا محرومين من هذا العلم، كيف ما تنشرونه؟ قلت العلم منشور، ناشر غيرنا، الله اللي ناشر، لكن أنتم في غفلة عنه. قال يا أخي هذا التوحيد، هذه العقيدة، هذا الدين الحق. يوم سألت عنه الشيخ قال هذا رئيس وزراء العراق سابقا، نسيت اسمه، في هذا المنصب فتح الله عليه. والله يقول عنا هناك محرومين مضللون يعني، والحوادث كثيرة يعني. أنا أذكر هذا من شان تعرفون أهمية التوحيد والدعوة إليه، وأنه علينا واجب في أعناقنا حق لله جل وعلا أن نعنى بهذا أهم شيء.